هل ديننا، هل حبنا للإمام هو مجرد قضية في القلب، أم هو لا عمل واستعداد للتلبية والتضحية والفداء؟ وين يظهر هذا؟ مو بالكلام. أي واحد سيقول نعم أنا أضحي، في عملك في الدنيا، في التزامك اليوم أنت عندما توضع في ابتلاء بين حكم إلهي شرعي وبين رغبة شخصية، ماذا تقدم؟ إذا تقدم دائما حكم الله وإن كان على خلاف هواك، أنت منتظر حقا للإمام. أما لا، إذا كنت تقبل بحكم الله إذا كان موافقا لهواك، لكن بمجرد أن يخالف شهوة أو رغبة تضرب به عرض الجدار، أنت حالك